السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ شايفين العظمة دي؟ هنعملها بقى قلة تكلفة. جبت حلة على النار، وكان عندي ورك واحد من الفراخ، وكان عندي قطعتين بانيه. خليت الورك وقطعته مكعبات صغيرة، وبرضو قطعتين البانيه قطعتهم لمكعبات صغيرة. هنا جبت الحلة سخنتها كويس جدا ونزلت عليها بالفراخ، وهسيبها بقى لحد ما تنزل ميتها خالص و... وتدبل كده. بعدين بصوا هي نشفت هنا هي وكشت، هنزل عليها بشوية زيت وابتدي بقى اللي انا ايه اشوحها. هديها كده ايه نص تحميرة، مش هحمرها قوي، وهفضل اقلب فيها عشان خاطر ايه ما تتحرقش مني. وركنتها كده على جنب، وهجيب بصلاية كبيرة انا قطعتها في الكبة مع قرن فلفل، وهضيفها هنا واديها ايه نص تشويحة كده. عايزة تخرطيها على ايديكي مفيش مشكلة، عايزة تعمليها في الكبة مفيش مشكلة، المهم ان هي ما تبقاش فرم ناعم خالص، لا، انا عايزة ليا قطع صغيرة. هفضل اقلب فيها كده، هديها نص تحميرة. وهنا هدخل بقى المكونات مع بعض، اللي هي الفراخ مع البصل والفلفل، وهعمل لها زي حفرة كده في النص، وهنزل بمعلقة ثوم. على فكرة الأكلة دي اقتصادية جدا وموفرة في الحلل والمواعين والطبخ. لا أنا عملتها، أنا كنت راجعة من الشغل تعبانة جدا، وما و... وآخر الشهر بقى وانتوا عارفين، ما كانش عندي أقسم بالله في التلاجة إلا ورك واحد من الفراخ وقطعتين بانيه. طب دول هيأكلوا مين ولا مين؟ وهنا نزلت بمعلقة صلصة كبيرة، حتى كان البطرمان الصلصة كانوا آخر معلقة يعني في البطرمان. نزلت بمعلقة صلصة كبيرة، وهفضل أشوح فيها كده الصلصة مع الفراخ. وبعدين هجيب كيس طماطم اللي أنا كنت مفرزاه برضو، هسيبها بقى لحد إيه ما الطماطم تفك ويتسبكوا كده مع بعض. وهنزل هنا برضو بالتوابل، التوابل بتاعتي عبارة عن إيه، نص معلقة سكر، نص معلقة فلفل أسود صغيرة، والملح، ومكعب مرقة. بس دي البهارات بتاعتي. انا ما بحبش استخدم بقى بهارات كتير والكلام ده، لا، بتضيع طعم الحاجه. سيبها هنا بقى لما تتسبك. على فكره الاكله دي اقتصاديه وحلوه جدا. آه انا راجعه من بره زي ما قلت لكم كده، راجعه من الشغل وتعبانه جدا ومفيش حيل ان انا اقف اعمل اكل والكلام ده، لا، هي دي اللي لقيتها قدامي. وزي ما قلت لكم برضو انا عاملاها بورك واحد من الفراخ وقطعتين باني، بس دول اللي كانوا متوفرين عندي. خليت قطعه الورك وطلعت لي بالشكل ده. هنا بقى انزل بالمكرونه. لازم اهم حاجه اسيب الصلصه تتسبك، او تتسبك، يعني تتسبك يعني تطلع الزيت بتاعها على الوش. هنا نزلت بنص كيلو من المكرونه، هقلبه مع الصلصه، هغلف المكرونه بالصلصه كويس. هسيبها كده دقيقتين على النار. هنا بقى لازم انزل بميه مغليه، ما ينفعش انزل بميه من الحنفيه خالص، لازم الميه بتاعتي تكون مغليه في درجه الغليان. هنا بقى اديتها الميه بتاعتها اعرفها اللي ازاي اللي هي مظبوطه، يعني بمقدار عقلتين صباع من ارتفاع المكرونه. وهنزل بقرنين فلفل حامين سبايسي، وهغطي عليها بقى. هنا بصوا بتغلي بقى فعلا مبكبكه، اسيبها بقى تبكبك بقى براحتها. انا هقلبها بس تقلبتين اتنين، انا مش كل شويه هقعد اقلب فيها عشان المكرونه ما تعجنش. هنا بصوا الميه كانت نشفت، والمكرونه انا دقتها لقيتها نيه لسه ما استوتش، فزودت لها شويه ميه.
مية مغلية. هنا بقى وزودت لها شوية زيت. هنا بقى فايدة شوية الزيت اللي هتفلفل معاك المطبقة. ونزلت بقرن فلفل ألوان أحمر على أصفر. دول إمتى؟ دول قبل 5 دقايق لما أطفي عليها النار. يعني دول آخر حاجة باضيفهم وأطفي بقى النار، أسيبها تغلي غلوة واحدة وأطفي النار، بس كده هي كده استوت. دي الصينية بتاعتنا الحلوة الأمورة. بصوا بقى المطبقة نازلة ازاي واحدة بوحدتها، مفيش مكروناية لازقة في التانية. ليه بقى؟ عشان دي فايدة شوية الزيت اللي احنا حطيناهم في الآخر، بتخليها مفلفلة كده معاكي. بس كده وعملنا أكلة بسم الله ما شاء الله كفت 5 أفراد من من ورك واحد من الفراخ. والله العظيم ورك واحد من الفراخ وقطعتين بانيه بس. يعني مش مش جابرني اللي انا احلف ولا اقول كده، لا فعلا. وهي دي كانت شكلها في النهاية وطعمها كان تحفة. الف هنا وشفا. ويا ريت ما تنسوش تضغطوا لي لايك.